بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميلة، عاملين ايه؟ صباح الخيرات. طبعا زي ما انتم شايفين بقالنا كتير قوي ما شفناش السطوح عند ام احمد. بصوا عملت تكعيبة لأم الفواكه، وعملتها كده على الباب زي ما انتم شايفين معايا كده. اوريكم بقى، يلا يا ادم تعالى كده، يلا يا بابا. هي طالعة من على السلم طبعا. هي مزروعة قدام البيت تحت، فحبوا بقى ان هم يخلوها تطلع فوق السطوح علشان ايه؟ هي مم. تعمل ظل كده على السطح، يعني عشان الشمس وكده. طبعا عملتها بكذا بوصة كده اهي، البوص اللي انتوا شايفينه معايا ده. بصوا، ايوه بصوا جمال الطبيعة يا جماعة. يلا يا ام احمد، استني يا ام احمد استني. ام احمد بقى جاية النهاردة علشان بصوا جايبه المقطف الفلاحي. خدوا بالكم ان ام احمد رجعت لحياتها القديمه مره تانية. شياله، بصي الولع، بصي الولع. عشان الفراخ. بعد ما جات لهم الشوطه هنكنس العشه ونقول الحمد لله. نكنس العشه ونروقها كده عشان فيما بعد بقى نجيب الفراخ. خدوا بالكم ان احنا شهر 2 ده الشتا جات للطيور كلها ما شاء الله، كنست ما خلتش. بصوا احنا داخلين العشه بقى، بسم الله. ام احمد عامله مجموعه من العشش، مش عارفه اقف فين ازاي، انا مش عارفه اعمل ايه. ايوه شيلي الضليله دي. مم. يا ام احمد لفي. نعم. اه احذري علشان ايه. احذر. بصوا هذه عشتي فد. زعلانه. انا بص ما عادش فيها اخر تأثير. انا متأثرة اخر تأثير. ايوه. انا بص بقى بمعشة بإذن الله كده. هتدخل بقى تمسكها ايه، تخلصها زي ما هتشوفوا معايا بقالنا كتير قوي. ثواني بصوا. يا خبر، يا خبر ابيض. مش انا دايما بقول لكم ام احمد بتحب تهد وتبني والكلام ده كله. هتمسك العشه بقى، بصوا العشه من جواها بالشكل ده. يلا يا ام احمد. والله ابدأ. طبعا انا متاثره ومش متاثره، يعني الحمد لله رضا. مش رمناهم، كلناهم نصهم، كلناهم نصهم رمناهم. ايوه عادي يعني الحمد لله، مش مهم. هو شهر 2 ده يا جماعه معروف. لا وكان عندي كام فرخه؟ كان عندي 60 فرخه. كان عندها 60 فرخه. محمد كان عندها 60 فرخه ما شاء الله. عشان يبيضوا. طب انجزي وانت بتتكلمي. انا بكلمهم الاول يقوموا يبيضوا، لقيتهم راقدين الحمد لله. قلت لهم بقى يلا بقى السكينه اشتغلت، السكينه اشتغلت. هنروقها بقى كده ونبقى نجيب كرول ونرشها بس وخلاص. هنمسكها نكنسها مع بعض النهارده، وبعد كده بقى نمسكها نطهرها بالكلور والجير، عشان بحيث ان احنا لو جبنا مرة تانية يبقى احنا عملنا اللي علينا. احنا متعودين ان احنا نتاجر في الخسارة. لا اله الا الله، دي ارزاق يا محمد، مش موضوع التاجر في الخسارة. هو يعني احنا عارفين من زمان، من ايام الانفلونزا الطيور اللي هي اول مرة كانت تيجي، احنا عارفين ان الميعاد ده شهر 2 انه بيجي فيه الشوطة للطيور. المرة دي احنا مش اتجاهلنا، احنا نسينا. احنا كلنا عملنا حساب ان شهر 2 رمضان جاي فيه. انتوا واخدين بالكم؟ فهي ادتنا يعني ايه، ادتنا مقلب جامد قوي الشوطة بتاع الطيور دي. كلنا نسينا الموضوع ده. والله فراخ بيضة وفراخ بلدي وبط الحمد لله. ولكن هي اقدار بقى، مفيش نصيب. خير ارزاق. العدايات دي مش عارفه ام احمد بتعمل بيها ايه. هحلق بيها على الطيور، اعملها عشه كده من جوه عشه. ما تسمعوش عليه حجار بيقول قشه مع قشه، قشه جنب قشه. تبقى احلى عشه، تبقى احلى عشه. بعمل بقى
عدايه جنب عدايه. علي صوتك يا ام. والله يا ام احمد مصدومه من الفراخ بتاعتها. اهو سبحان الله، اللي ليه رزق الحاجه بيشوف. نقوم عامله كده اهو، وهنق عليهم يرقدوا جوه. طبعا لمة العداد هي دماغها بتفكر برضو، هي بتعمل عشة من جوه عشة. انتوا واخدين بالكم؟ العدايات دي عملت بيها ايه؟ زي سور كده بدل الطوب، زي ما انتوا شايفين. اما تكون عايزة تفصل حاجة صغيرة عن الطيور الكبيرة تقوم عاملة مكان زي ما انتوا شايفين معايا كده. وغطيه بقى بخلقة ولا حاجة وبحط. وانا بقى ايه، كل حياتي عيش. كل حياتها كل حياتي عيش. الإفادة هنا يا جماعة إن إحنا هنطهر العشة، بس مش النهاردة بقى، إحنا هنكنسها النهاردة. وبعد الطيور ما توفت إلى رحمة الله هننضفها عشان نجيب إن شاء الله شوية فراخ بلدي تاني، ويجي شهر بدل ما هتكنس بقى. ودي خيمة البط توفت وهي تحتها 18 بيض. البطة كان عندها 18 بيضة راقدة عليهم قبل ما يطلعوا بأسبوع. سبحانك يا رب، مقطوع منهم النصيب. البطة مسكوفي ده مقولكوش على البطة المسكوفي دي الخنة يا جماعة، ومعها حلوة عشان تعملي حلويات في رمضان. بصوا الخنة اللي هي ايه، بنرقد فيها البطة أو بنحضن فيها. اللي بنحضن فيها لا اللي بنفرغ فيها، بنفرغ فيها. شوفوا التراب. استني بس يا أم، هنعمل حاجة حلوة أوي. هنعبي كده أحسن من الردمة دي. ما تنسوناش باللايك يا جماعة. ما تنسوناش باللايك يا جماعة، علشان اللايك الواحد بيخلي 5. والفراخ البلدي ما اقولكوش حاجة حلوة خالص، صغيرة كده بقى بس عسل نحل. خلصي يا وفاء. والله خلصت. ادي بقى يوميات الفلاح. يوميات ام احمد. يوميات ام احمد. كل حاجة ام احمد والزمن القديم. عشان بدي تنساه. مش قادرة تنساه. والله ما قادرة انساه صحيح. اللي ينساك ينساه يا ام احمد. مش كل حاجة تتنسي. السلك بتاعنا بالخشب. شوف هذه رطشة قد ايه بقى. تخرم مكنوس الحتة دي على بره. مكنوس حبيبتي. طبعا هي العشة مش كبيرة قوي. قومي من التراب قومي. بصوا بقى هي خلاص كده خلصت كنسة العشة، شالت كل التراب القديم كله في الشكارة. عبته في الشكارة. طبعا لازم ترميه بعيد لان هو كله ايه، كله فيروسات اكيد مكان الطيور القديمة. هنجيب بقى كلور يا ام احمد وجير، كلور وجير وايه وننضفها. يا ريت ما تنسوش ام احمد باللايك يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. الفراخ الجاي نلتقي في فيديو قادم. وريني كده يا والله فرحانه قوي. عندي سعاده مش عند حد. الحمد لله. الحمد لله. انا بكنس العشه بتاع الفراخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.